السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. الحلقة دي مع التفريع الثاني من الدفاع الهندي، وهو دفاع يورونفيلد ذا يورونفيلد ديفنس. دفاع قوي جدا وصلب، بس بيتميز بإنه حاد جدا وشرب. لو انت بتلعب بالأسود بتبقى في موقف قوي جدا قدام الأبيض، زي ما هتشوفوا لحضراتكم دلوقتي. وهو دفاع قوي جدا قدام الدي 4 سي 4. الأبيض بيبتدي دي 4، يرد نايت اف 6 الأسود، سي 4 جي 6 نايت سي 3. ودلوقتي ابتدى أو اشتغل اليورونفيلد، دفاع يورونفيلد. بيقول له دي 5، انت زي ما انت واخد عسكري في الوسط، الابيض واخد عسكري، بيقول له انا عاوز دلوقتي عسكري في الوسط. لو انت زقيت ما عنديش مشكله، بس يبقى لي تواجد في الوسط. فالابيض بيقول له انت بادئ بدري بدري، فراح واكل والتاني كل. فبيقول له انت مش هتاخد عساكر في الوسط، انا اللي هاخد عساكر في الوسط. وزق الاي 4، سيطر على مربعين في الوسط. راح واكل الاسود نايت في سي 3، الابيض كل بي في سي 3. على طول الاسود طلع وانتشر وقال له انا انتشرت، شوف القطع بتاعتك كلها مترصصه وانا هبيت. فعلا الابيض طلع بالنايت اف 3، حصان في الاف 3. قال له انا مش هبيت دلوقتي، انا عاوز اضرب الوسط. لو انت اكلت كده عندي اكله قويه كش، وهاكل الطابيه بتاعتك. هتردي هنا بالفيل مثلا، هاكل الطابيه. طب ما اكلتش، هسبب لك توتر. الابيض على طول لعب الطابيه، وده احسن رد في البي 1. بيقول له انت لو كلت دلوقتي مفيش خطر من الكش بتاعتك. بيت الاسود، الابيض طلع بالفيل بتاعه عاوز يبيت. بيشوب اي 2، الاسود بيقول له رايح فين؟ انا باكل عسكري، هتسيب لي التاني. كل الابيض سيف دي 4، كش كوين اي 5. شايفين كمية الضغط من الاسود على الابيض؟ الاسود هو اللي بيهاجم في الدفاع ده. كوين دي 2، لو الابيض ما ردش بكوين دي 2 بالوزير في الخانة دي ورد بالفيل هنا، الاسود عنده اكلة هنا ويخسر عسكري. الابيض هيهدد، هيرجع تاني هنا ويبقى كسب عسكري. المهم كل لما دافع بالوزير رد الكشة، كل الاسود، كل بالفيل، طلع بالبي 6، عاوز يطلع بالفيل بعدها هنا. بيت الابيض، طلع فعلا بيشوب بي 7. الاسود شايفين الابيض يا دوب لسه مبيت ومش عارف ياخد نفسه، وكأن الاسود هو اللي بيهاجم. وهو بيهاجم فعلا، كان الاسود منتشر عنده موقف قوي جدا. قال له ما دام انت طلعت بالفيل هنا فدي 5 دلوقتي، انا همنع لك طلوع الحصان بتاعك هنا، وهمنع لك الفيل بتاعك يقف هنا. اشوف بقى انت هتعمل ايه. الاسود قال له هات الفايل بقى ده، هات العمود ده، هات العمود ده.
الأبيض قال له ما عنديش عمدان. قال له لا أنا مش همشي. طلع قال له لو كلتني أنا هاكلك. طلع بالفيل بتاعه هنا، نط بالحصان الأسود. بيشوب دي 3، كينج اف 8. يعني الأسود بيقول له أنا دلوقتي داخل هخلص مرحلة الميدل جيم، وخلصنا الافتتاح هنخلص الميدل جيم، وبقرب بالملك بتاعي عشان الاند جيم أدخل فيه الملك ويحصل على انتشار في وسط الرقعة. قال له لا أنت مش هتقدر تمشي، لو مشيت هربط لك الحصان ده. قال له لا تعالى نايت دي 7، لو أنت عاوز تاكل كل من دلوقتي. قال له لا مش هياكل، أنا هدد لك الحصان ده. بيشوف بي 5، بيشوف في دي 4. قال له هات الفيل. كل راح قال له هات طبيعتك انت كمان، ودخلنا في الاند جيم مستريح. الحصان نط في احسن مكان له، نايت سي 5. يا دوب الابيض بيدافع عن العسكري بتاعه اف 3 عشان يحمي العسكري ده. قال له اف 5. الاسود ضرب الاف 5. قال له لو كلت انت هنا انا هاكل هنا، وهدد ده لو انت كلت هاكل، وما عنديش اي حاجة. شوف انت هتحمي عساكرك ازاي.